يا صباح يا صباح يا أحلى صباح في الدنيا. صباح الزقططة والزغرطة. عمرك شفتي رز بالخلطة بيزغرط؟ رز إيمان إدريس وأكلاتها الجامدة بيزقطط ويزغرط كمان. الرز ده ما بيتعملش غير للغوالي، الغوالي بس. بسم الله اللهم بارك. يلا نقول بقى دعاء سيدنا الخضر عشان ربنا يجعل بيتك دايما عمران بالخير والبركة. بس قبل ما نقول الدعاء دوسيلي احلى لايك ومنشن للحلوين، الوحشين لا، و... و... وتعليق حلو كده، واحفظيه عندك، احفظيه لانك هتحتاجيه تعمليه في السفرة بتاعتك في اي عزومة لحبايب، للحبايب بس. يلا بقى نقول الدعاء. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بينا بالنعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر عيون الناس والحاقدين والحاسدين، ابعدهم عن طريقنا يا رب العالمين، اللهم آمين. بصي بقى، جبت الطاسه اللهلوبه بتاعتي الجميله ونزلت فيها ب3 معالق سكر كبار. كل كوبايه رز بتاخد معلقه كبيره، وقلب قلب لحد ما بقى كراميل كده، ووصلت للون العسلي اللي انت شايفاه ده. اول ما وصلت للون ده انزلي بقى بالميه المغليه بتاعتك على قد الرز، نفس مقدار الرز. 3 كوبايات رز يبقى 3 كوبايات ميه بس كده زي الفل. والتوابل بتاعتك ايه يا ايمان؟ مفيش اي توابل خالص غير مكعبين مرق. لو عندك شوربه كان بيها حطي شوربه، ما عندكيش شوربه حطي ميه زي انا ما عملت، ومكعبين مرق من اللي مش معمل لهم مقاطعه، مش من اللي عاملين لهم مقاطعه، ومعلقتين مليانين كده قرفه، وظبطي الملح بتاعك بس كده. وانزلي بقى بشويه زيت على معلقتين سمن بلدي حلوين كده، وسيبي بقى الخليط ده بقى على نار هاديه كده يبتدي ان هو يغلي، وتطمني ان الكراميل اللي لازق في قعر الطاسه او الحاجه اللي انت او الحله اللي هتعملي فيها يكون فك وساح ومفيش اي حاجه لازقه كده وزي الفل. خلاص اطمنتي. واول ما يغلي العقد بتاعك ده اللي هو الشوربه او الميه، اول ما تغلي انزلي بقى بالرز بتاعك بس كده. خلاص شايفه اهو، اول ما غلي الرز مغسول. تحب تنقعيه زي نص ساعه نقعيه يبقى جميل جدا. روحي نازله بيه وتقلبتين بقى. شايفه اللون الحلو؟ ولا هتحتاجي ان انتي تحمري الرز ولا تقعدي تحرقي له بصلايه ولا الكلام ده كله خالص. الكراميل مع السمنه والزيت والقرفه مش قادره اقولك على الريحه اللي هتبقي شماها وجمالها، روعه روعه. شايفه بقى بعد ما استوى؟ بصي الجمال، شايفه اللون الجميل؟ والله الكاميرا ظلماه، ده لونه احلى من كده بكتير. بصي الفلفله واللمعه، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. خلاص بقى زي الفل كده، طفيت النار وغطيته وزي الفل. يلا بقى نعمل الايه، الخلطه بتاعته. كان عندي شوية لوز على شوية بندق. اللوز سلقته وقشرته وفلقته فلقتين كده بالسكينة، وفي بوزة سمن او نص معلقة سمن رحت ايه محمرة. اول ما بدأ ياخد اللون المصفر نزلت بالبندق. البندق ما تحطوش معاه من الاول لان البندق ما بيستحملش، على طول بيتحمر. واول ما الاتنين اتحمروا بقوا حلوين انزلي بقى بالزبيب بتاعك، ولا مغسول ولا منقوع ولا الكلام ده كله. هيتكرمل كده ويتنفخ من السخونية وانتي بتقلبيه كده، يا دوب هتقلبيه دقيقتين 3 4 بالكتير، هتبصي تلاقيه كرمل كده واتنفخ والزبيباية بقت حلوة حلاوة بس كده. اخر جمال ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صلي على النبي. صلي على النبي يا ستي صلي على الحبيب قلبك يطيب يلا بقى حطي بقى في السيرفيس بتاعك، وروحي نازله بالمكسرات وسويها كده وظبطيها. دي اخر حاجه يعني، خلاص هتقدمي السيرفيس. اخر حاجه تعمليها تروحي غرفاه وتروحي حاطه المكسرات سخنه كده عليه وقدمي بقى. يا سلام يا سلام، جربيها في اول عزومه لحبايبك وهيدعولك وهيدعولي انا كمان.
ان انا وريتك طريقة جميلة ما فيهاش غلبة، ما فيهاش صعوبة، سهلة جدا، وحاجة جميلة تشرف، وريحة وطعم ومنظر جميل قوي يشرف في اي عزومة. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفة الزبيب وجماله؟ بصي اللون، بصي منفوخ ازاي ومتحمر واخد لون حلو ازاي، حلو قوي. ما بحبش انقعه وما بحبش احطه جوه الرز عشان ما يبقاش طري ومهري، انا بحبه كده يبقى مصحصح وفيه نبغة حلوة ومتكرمل، وبيبقى جميل وألذ قوي.